معركة القادسية هي واحدة من أعظم وأهم المعارك في التاريخ الإسلامي والعالم، وقد حدثت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والإمبراطورية الساسانية الفارسية في عام 636 ميلادياً 15 هجري. هذه المعركة كانت نقطة تحول في تاريخ الفتوحات الإسلامية وفي توسع الإمبراطورية الإسلامية. في هذا النص سنستعرض بالتفصيل أحداث المعركة، الشخصيات الرئيسية، التكتيكات العسكرية، والنتائج والتداعيات. خلفية تاريخية: قبل المعركة كانت الإمبراطورية الفارسية الساسانية تسيطر على مناطق واسعة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. في المقابل كان المسلمون بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب يسعون لنشر الإسلام وتوسيع نفوذهم. كانت العلاقات بين العرب والفرس متوترة، وقد حدثت عدة مواجهات سابقة بين الجانبين. الأسباب التي أدت إلى المعركة: أدى العديد من العوامل إلى اندلاع معركة القادسية، من بينها التوسع الإسلامي. كانت الفتوحات الإسلامية تهدف إلى نشر الدين الإسلامي وتوسيع الأراضي الإسلامية. ضعف الدولة الساسانية: كانت الإمبراطورية الساسانية تعاني من انقسامات داخلية وضعف اقتصادي وسياسي. الدعوة الإسلامية: العديد من المسلمين كانوا يرون في الفتوحات فرصة لنشر الدين والتوحيد. التحضيرات للمعركة: الجانب الإسلامي، قادة المسلمين: سعد بن أبي وقاص، القعقاع بن عمرو التميمي، هاشم بن عتبة القرشي، زهرة بن الحوية التميمي، عاصم بن عمرو التميمي، طليحة بن خويلد الأسدي. أمروا الخليفة عمر بن الخطاب القائد سعد بن أبي وقاص بقيادة الجيش الإسلامي، وقد اختار سعد بن أبي وقاص جيشا مكونا من حوالي 30,000 مقاتل. كان الجيش متنوعا في تركيبته، حيث شمل مقاتلين من مختلف القبائل والمناطق. الجانب الفارسي: قادة الفرس المجوس رستم، فرخزاد الجالينوس، الهرمزان، البندوان، بهمن جاذويه الفيرزان، مهران بن بهرام. كانت الإمبراطورية الفارسية تحت قيادة يزدجرد الثالث، وقد جمع القائد الفارسي رستم فرخزاد جيشا كبيرا يقدر بحوالي أكثر من 250,000 مقاتل، ومعهم 33 من أفيال الحربية، مدعوما بالفرسان وأفيال الحربية. أحداث المعركة: اليوم الأول وهو يوم أرماث، استشهد في هذا اليوم من المسلمين 500 شهيد، وقتل من المجوس 2000. في اليوم الأول من المعركة بدأ الفرس هجوما شرسا باستخدام أفيال الحربية. كانت الفيلة تسبب رعبا كبيرا في صفوف المسلمين، لكنها لم تستطع كسر صمودهم. قام سعد بن أبي وقاص بتوجيه رماة السهام لمهاجمة عيون أفيال الفرس، مما أدى إلى ارتباكها وانسحابها. اليوم الثاني يوم أغواث، طلعت نواصي الخيل قادمة من الشام، يتقدمهم القعقاع بن عمرو التميمي، وهم 1000 فارس جاءوا 10 تلو 10، فألقى بذلك الرعب في قلوب الفرس، فظنوا أنهم 100,000 جاءوا دعما للمسلمين. استمر القتال بضراوة بين الجانبين. قام المسلمون بتنظيم صفوفهم واستخدام تكتيكات الكر والفر، وغابت عنه أفيال الفرس لإجهادها وإصابتها في اليوم الأول، وألبس فيه القعقاع الإبل خرقا وبرقعها بالبراقع، فصار لها منظر مخيف. عندما رأتها خيل الفرس نفرت وفرت هاربة، وكان هذا اليوم كله لصالح المسلمين. اليوم الثالث يوم عمواس، أرسل فيه القعقاع مجموعة من الجيش تسللت خارجة من المعسكر، ثم عادت كأنها إمدادات جديدة، فزادت حماسة باقي الجيش الإسلامي الذي لم يكن يدري بما فعل القعقاع، وألقي الرعب في قلوب الفرس مرة أخرى، وفيها قتل عاصم بن عمرو والقعقاع الفيل الأبيض القائد، وأصاب حمال والربيل الفيل الأجرب الذي فر مصابا ناحية المدائن، وتبعته جميع الفيلة هاربة تاركة جيش الفرس. بدأ الإرهاق يظهر على الجيش الفارسي. استغل المسلمون هذه الفرصة وقاموا بهجوم شامل. تمكن المسلمون من اختراق خطوط الدفاع الفارسية وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفهم. اليوم الرابع ليلة الهرير، صيحات الموت. في هذه الليلة هجمت الجيوش الإسلامية كلها بعد منتصف الليل بقليل، تحصد الفرس حصدا في هجوم شديد، ولم يسمع ليلتها سوى هرير الناس وصليل السيوف. وقاتل المسلمون والفرس قتالا صار مضربا للأمثال بعدها. كانت المعركة قد وصلت إلى ذروتها. قام سعد بن أبي وقاص بتوجيه هجوم نهائي ضد الفرس. استطاع المسلمون القضاء على العديد من الجنود الفرس، وأرسل الله ريحا هوت بسرير رستم الذي فر ورمى نفسه في النهر، ورآه هلال فتبعه وارتمى عليه فأخرجه ثم قتله، ثم صعد طرف السرير وقال: قتلت رستم ورب الكعبة. ولاحق زهرة بن الحوية التميمي الجالينوس فقتله. تراجع الجيش الفارسي وانسحب،
فانهارت حينئذ معنويات الفرس ووقعت عليهم الهزيمة الساحقة، فتبعهم المسلمون يخزونهم برماحهم، فسقط من الفرس في النهر بالآلاف وأسري بالآلاف النتائج والتداعيات. أدى انتصار المسلمين في معركة القادسية إلى نتائج هامة منها فتح بلاد فارس. مهدت المعركة الطريق لفتح بلاد فارس وانتشار الإسلام فيها. ضعف الإمبراطورية الساسانية. أضعفت المعركة بشكل كبير الإمبراطورية الساسانية وأدت في النهاية إلى سقوطها. تعزيز الثقة بالنفس. زادت المعركة من ثقة المسلمين بقدرتهم على مواجهة القوى العظمى في ذلك الوقت. كانت القيادة الحكيمة لسعد بن أبي وقاص أحد العوامل الرئيسية في انتصار المسلمين. لعب الإيمان بدور مهم في صمود المسلمين وإصرارهم على النصر. معركة القادسية كانت واحدة من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي. كان لها تأثير كبير على مسار الفتوحات الإسلامية وسقوط الإمبراطورية الساسانية. تعكس هذه المعركة روح الإصرار والشجاعة والابتكار التي ميزت الجيش الإسلامي في ذلك الوقت. تعلمنا أن الإيمان بالله والنصر لا يقاس بقوة العدد ولا بعدة السلاح، بل بإيمان القلوب بالله وعزيمة الرجال، وأن التخطيط الحكيم والشجاعة المستدامة قادرة على تحويل الموازين وتغيير مصير الأمم